السلام عليكم ويعطيكم العافية. وصفتنا لليوم كتير طيبة ومناسبة لشهر رمضان المبارك لسهولة تحضيرها وإعدادها، خاصة للسيدات العاملات، وهي صينية فيليه السمك بتتبيلة الكزبرة والثوم، مكعبات البطاطا. المقادير كاملة بنزلكم إياها بصندوق الوصف. لتعرفوا طريقة التحضير تابعوا معي وصفتي لليوم. بالبداية عندي هون 2 كيلو من سمك الفيليه، غسلته ونظفته بشكل كتير جيد. هلا بنبدأ نحضر بالتتبيلة. وتحضير التتبيلة بحتاج كوب إلا ربع من زيت الزيتون، وكوب إلا ربع من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من هريس الثوم والزنجبيل، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة مليانة من الكزبرة اليابسة، معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. وعندي هنا معلقة صغيرة من الشطة الحارة المجروشة. بضيف لها معلقة كبيرة من الكركم، وكوب كامل من الكزبرة الخضراء. أنا هون استعملت المفرزة، بتقدروا تستعملوا الفريش حسب المتوفر عندكم، ولكنها بتعطي نفس الطعم ونفس النتيجة. هلا بخلطهم مع بعض بشكل كتير كويس، وعنا هون تتبيلة السمك صارت جاهزة. الخطوة اللي بعدها هي تغليف السمك بكمية من التتبيلة يلي حضرناها. أنا هون غلفت السمكة على الوجهين، وبعدها بنقل السمكة على صينية الفرن المفروشة بورق الزبدة، وجميع القطع بنعملها بنفس الطريقة. عندي هون حبتين كبار من البطاطا، غسلتهم ونظفتهم وسلقتهم لمدة 5 دقايق من غير ما أقشرهم. هلا بغلفهم وبتبلهم بخليط الكزبرة والبهارات الموجود عندي، وبرتبهم بالصينية بهذا الشكل. بعد ترتيب البطاطا بصينية السمك بهي الطريقة بتيجي عنا هون خطوة اختيارية، وهي استعمال الفلفل الأحمر الحار الفريش. بنعمل فيه فتحات بسيطة، بنرتبه فوق قطع السمك، وبعدها بنغلف الصينية بورق الزبدة أو ورق الفويل. بندخلها فرن محمى من قبل على أعلى درجة حرارة، الرف الوسط، لمدة ساعة أو ساعة إلا ربع. وآخر 5 دقايق بنكشف الصينية لحتى تنشف. النار عنا هون بتكون بس من تحت. الصينية عندي هون صارت جاهزة، ما شاء الله ما أوصف لكم قد إيه ريحتها وطعمها طيبين. هلا بتركها تتهدى لمدة 5 دقايق، بعدها بنقدمها. ما شاء الله وصفتنا هون صارت جاهزة وطعمها أكتر من طيب وأكتر من رائع. وقدمت بجنبها الخبز المقلي لأنه كتير بيلبق مع صواني السمك، والبطاطا عنا مستوية ودايبة وبنفس الوقت محافظة على قوامها. وقدمت بجنبها كمان السلطة والرز المفلفل. بتقدروا تقدموها بأي طريقة تانية بتناسبكم. شوف ما شاء الله كيف شكله ولون السمك عن قريب. السمك كتير مستوي من الداخل وبنفس الوقت محافظ على قوامه. شوفوا كيف لونه أبيض ومن الخارج ماخد تحميصة بسيطة، وبنفس الوقت ضل محافظ على طراوته. ونكهة الكزبر والبطاطا والثوم كتير لابقين مع بعض. وصفتي صارت جاهزة، والف صحة وهنا.